ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة إصابة ندى جلجل في تحدي اليوم، وإزاي آية أحلى لعبة التحدي بالرغم إنها تعبانة، وإيه الموقف المحرج اللي تعرضت له آية أحلى، ومين الشخص المجهول ده، وليه الأسطورة بيغلس عليها. كمان هنشوف اللوك الجديد لآية أحلى، وهنعرف ليه أمنية القوة قالت لبرنسو أنت شرير، واخيرا بكاء بيبي مكة ومين السبب. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ ببيبي مكة وليه كانت بتبكي. الحقيقة ظهرت كوكي اليوم في فلوج وكانت بترش مية على الأميرة فيروز من المسدس، يعني كان مقلب فيروزة، بس فيروز اتضايقت منها وسابتها على طول. يزن يسكت بقى لأ، أخد المسدس منها بالعافية وقال إن غزل هي اللي مديهوله، وده هو اللي حصل لمكة. نحب نقول لها ما تعيطيش يا أحلى مكة في الدنيا. وبمناسبة إننا بنتكلم عن مكة بنت برنس مصر، جلجل اشتكت لندى حمو، قالت إن مكة بقالها كام يوم بتضرب العيال وبعدها تعيط على طول. وهنا ندى حمو فاجئتنا بكلام مكة، وكلام غريب جدا. قالت ان جلجل بتضربها. ندى ضحكت وقالت لها والله ابدا. فعلا يا جماعة ندى جلجل مستحيل تضرب بيبي مكة. لا بقى يومين تيجي تضرب العيال وتطلع تجري معايا. بيتريقوا عليا. وزي ما شفتوا ندى جلجل اتصدمت جدا من كلام مكة بنت برنسو. دلوقتي تعالوا نروح للوك الجديد لآية أحلى، وهو تيتا. بجد يا جماعة شخصية جامدة جدا ولايقة على آية قوي، وحكايتها كمان معانا، والمكياج حلو جدا. المفروض ان آية أحلى تكون مكيرة وممثلة جامدة جدا. عاوزين كل الفانز يقول لنا رأيه في آية أحلى في شخصية تيتا، عجبتكم ولا لأ؟ قولولنا في الكومنتات. ودلوقتي تعالوا نعرف ايه الموقف المحرج اللي تعرضت له آية أحلى وليه كانت زعلانة. والحقيقة الأسطورة كان بيحكي عن موقف حصل معاهم في السوبر ماركت. في واحدة من فانز العيلة أول ما شافت آية أحلى قالت لها انتي ندى أحمد؟ آية قالت لها لأ طبعا أنا آية أحلى. تفتكروا حودة يسكت؟ لأ طبعا. قعد يغلس على آية ويقول لها ان الناس بتفتكرها ندى جلجل عشان هي بتلبس لبسها، وقال ان ندى جلجل لما تتخن شويه آية بتاخد اللبس بتاعها. قلنا مره يا جماعه انه عادي جدا لانهم عيله واحده، بس آية اتضايقت جدا من هزار حوده لما زودها جدا. ندهت على الحاج صالح عشان الاسطوره يبطل يغلس عليها، وهنا الحاج صالح قال له بلاش كده. المهم ان آية زعلت منه جدا وما كانتش عايزه تصور معاهم، بس في الاخير حودة صالحها وقال ان كل ده هزار يا جماعه، وآية مش بتلبس لبس حد. مستر احمد بقى دخل في الموضوع وقال له انت كده بتوقع بين آية احلى وندى جلجل. قال له لا دول اصحاب، ما تزعلوش من حودة يا جماعه، هو كان بيهزر مع آية بس، لكن هي ما قبلتش الهزار ده، وكل ده من وقت المصيف في مطروح. عشان ندى اضخم عيال صغيره يعني تخس على اي بتاخدها بتلاقي اي حاجه ايه اي وقلت لك اي حد هيضايقني في اي فيديو مش هتكلم. تعالوا بقى لتحدي اليوم، هو تحدي الشبكة. في البداية الفانز أول ما شافوه قالوا إن انتوا بتضحكوا علينا، ازاي آية عملت التحدي وظهرها وجعها؟ نحب نقول لهم يا جماعة مستر أحمد بيعمل في اليوم أكتر من تحدي، والتحدي ده كان قبل تحدي الوقعة على طول. أكيد هما مش بيضحكوا علينا لأن آية فعلا وقعت وراحت المستشفى، بس بجد التحدي ده كان فيه ضحك السنين. لما كانوا بيطلعوا على الشبكة كانوا بيقعوا منها وهم نازلين، وحرفيا كنا بنموت بالضحك معاهم. حودة يا جماعة بصراحة عامل جو جامد جدا في التحدي. تعالوا بقى نعرف ضحية تحدي اليوم، وهي ندى جلجل، وازاي رجلها كانت هتتكسر. والحقيقة جلجل النهاردة كانت شجاعة قوي، وما شاء الله عليها هي اللي كسبت التحدي في 38 ثانية في السلايف كلهم. المشكلة يا جماعة ان اليوم ده كان في حد هيتكسر فيه، وهي نازلة واحمد يساعدها، وقعت على الارض وقعة جامدة جدا. جلجل مسكت رجلها وقالت رجلي اتكسرت. تعالوا نشوف المقطع ده ونرجع تاني على طول. على بالي
زي ما شفتوا الحمد لله عدى التحدي ده على خير، بس بعده حصل فعلا ان آية أحلى ظهرها كان هيتكسر. ربنا يسترها على كل العيلة، ومش عارفين مستر أحمد هيعمل ايه تاني في العيلة. فكرنا برامز جلال وهو بيقول أنا بحب صحابي، بس هو أنا بحب اخواتي. بجد يا جماعة ضحك السنين. وطبعا اللي كسب في التحدي هو الأسطورة، وعمل العقاب في ندى حمو. ودلوقتي واخيرا تعالوا نشوف امنية القوة ليه قالت على برنسو انت شرير. والحقيقة آية أحلى جابت تواكي المدرسة لأمنية القوة مع غزل، وبجد هي حنينة عليها جدا. طبعا البرنس دخل لقاها جايبة تواك لأمنية القوة مع غزل، قال لها انتي بتحبي أمنية أكتر من مكة وانتي نسيتيها خلاص. قالت له لا والله أنا بحبهم هما الاتنين، بس أمنية قد غزل. وهنا البرنس قال لها لا طبعا أمنية أكبر من غزل بكتير. هنا أمنية قالت لبرنس مصر انت شرير. طبعا يا جماعة محمد كان بيهزر مع أمنية ومش قصده خالص انه يزعلها. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو قلنا في الفيديو جولجول كسبت في كام ثانية. شوفوا للاخر وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي احلى فانز برنس مصر. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو جاي، بحبكم جدا، مع السلامة.